القبر هو أول منازل الآخرة، والعذاب والنعيم فيه حق إذا دخله الإنسان. فإذا دخل الإنسان تارك الصلاة القبر فرش له قبره نارا ويلبس نارا ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله. يضيق عليه قبره ويضرب بمطرقة عظيمة، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. يضرب بأصوات رهيبة بصورة عجيبة وهيئة غريبة، يبشر بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك تمنى ألا تقوم الساعة، لأنه لا يستطيع الفكاك منه أو الهروب عنه، لأنه صغير المساحة مغلق الجدران، لا أنيس فيه ولا ونيس، لا جليس ولا معين. عن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصوم عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة وصلة الرحم والأمر بالمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ويؤتى من عن يمينه فيقول الصوم: ما قبلي مدخل، ويؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل. فيقال له: اقعد، فيقعد. قال: وإن كان كافرا أتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ويؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد كذلك شيء، ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اقعد، فيقعد خائفا مرعوبا. فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقولون: الرجل الذي كان فيكم. قال: فلا يهتدي له. قال: فيقولون: محمد. فيقول: سمعت الناس قالوا فقلت كما قالوا. فيقولون: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من قبل الجنة، فيقال له: انظر إلى منزلك وإلى ما أعد الله لك لو كنت أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. قال: ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. قال: وذلك قوله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله بيضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا. فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره، فجريمته على نفسه إن صلى صلاة واحدة بغير طهور. فماذا يحدث لمن لا يصلي؟ صلوات متعددة تمضي عليه وتفوت منه وهو لا يبالي بما أدرك منها، وربما يصلي بغير طهور إذا ألزمه الحياء الاجتماعي أو الخوف الوظيفي أو التزلف للعبيد. فيا ليت شعري لمن يركع ويرفع، لمن يسجد ومن يعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وأنهما قال لي: انطلق، وأني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا أخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه، فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، أي يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه. قاله ابن بطال رحمه الله. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة. فالعقوبة المذكورة هنا يعاقب بها من تعمد النوم عن الصلاة. فكيف بك يا من يسمع النداء؟ ما عذرك يا من تسمع النداء؟ وقد يكون المسجد إلى جانب بيتك وأنت صحيح البدن آمن من الخوف، ثم لا تحضر لصلاة الجماعة. هل أنت لم تسمع الآيات والأحاديث، أو سمعتها وقلت سمعنا وعصينا؟ ألا تعلم يا تارك الصلاة أن الموت آت، وكل آت قريب، وأنك قد تموت الآن؟ أما آن الأوان لتارك الصلاة أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فاللهم اجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. فيا عبد الله تعالى، حافظ على الصلاة في وقتها وفي جماعة في المسجد، أقمها على أصلها، على أركانها، واجباتها وشروطها.
فإذا كان ما سبق من عقوبات الآخرة فلا تنس أن لتارك الصلاة عقوبة دنيوية قبل الأخروية، ولا تنس أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيا الله اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.